في انتخابات مجلس الشعب في سوريا. طبعا هون يمكن اهم ما ميز ملص هو انه اشتغل على هي الثنائيه، كان دائما عنده الفن والسياسه مرتبطين ببعض. وشفنا كيف انه الفن بالفيلم قاد البطله الى الموت، والسياسه ايضا قادت اخوها الى الاعتقال، فهو كان عنده هي حاله الربط بين السياسه والفن بشكل انا بشوفه انه كان كثير موفق، وكثير عكس في مسار التحولات السوريه اللي كانت عشيه غزو العراق. في قول لملص بيحضرني هون، انه مره من المرات قال انه انا انتقي شخصياتي من القاع. يمكن شفنا باب المقام هو مكان جدا شعبي في حلب، ناس كثير بسطاء مغرقين في التدين، مجتمع كثير محافظ فيه تابوهات كبيره، لذلك هو اختار شخصياته بعنايه ورسمها بدقه، وكانت كثير قادره انها تعبر عن مكنوناتها وعن نفسها. وايضا بيحضرني قول اخر لملص، ويمكن سمعت هذا التعليق من اكثر من شخص عن السيناريو نفسه. ملص بيقول انه النص بالنسبه لي النص السينمائي ليس مقدسا، انما الكاميرا هي المقدسه. فيمكن في بعضكم بيحب يحكي، يا ريت خلينا شوي نركز بالمحاور اللي بدنا نتناقش فيها، ويكون نقاشنا سريع عشان ما نكون مملين. في المحاور اللي انا حابه نحكي فيها اللي هو كيف تحملت سينما محمد ملص التحولات السياسيه اللي عاشها المكان، تحديدا مدينه حلب، اللي حابب ايضا يعقب على الشخصيات اللي اختارها ملص اللي هي شخصيات من قاع المجتمع، كيف بناها وكيف كان لها دلالاتها ورمزياتها. ايضا بدنا شوي نحكي بشكل سريع ونعقب بشكل سريع على العباره اللي اختتم فيها الفيلم، وهي قتلوا الغنيه اللي كانت على لسان الشاب الانجولي اللي كان بيستمع للايمان. طبعا هون هي فيها دلالات واضحه واشاره كثير كبيره للعم اللي هو آتي من خلفية عسكرية، هو كان ضابط متقاعد في الجيش ولاحقا أصبح يبيع دجاج، لكن ضل هو عنده هاي الفاشية وكان عم يتحكم بأسرته بشكل يعني مرضي، أدى في إنه يقتل بنت أخوه لمجرد أوهام في رأسه. فمين بحب يبدأ يناقشنا بهدول المحاور اللي أنا ذكرتهم على السريع طبعا؟ تفضل خالد.